حبيبتي الفراخ واللحمه لازم تديها صدمه عمرها كده قبل ما تشتغلي فيها عشان تقفلي الانسجه بتاعتها، نفس الصدمه بالظبط اللي خدتيها في هو ده العوض والناس كلها حذرتك منه وقلتي لا هم غيرانين مني. بس يلا مش موضوعنا، احنا موضوعنا دلوقتي اللحمه. اللحمه ما بتتغسلش، بنديها شطفه سريعه كده من اي تراب او شعره من الجزار عشان شعرهم بيبقى في كل حته. والفراخ ما بتتغسلش، بيتعمل لها محلول نقع بتنقعيها فيها وبتشيلي منها اي زلال او اي حاجه ملزلزه ومزفلطه كده وتنضفيها. وما بنضيفلهاش الملح اول التسويه هي واللحمه عشان بتاخر شويه من التسويه، بس لو مش مستعجله وما وراكيش حاجه حطي الملح بيطعمها اكتر. وما تنسيش تشيلي الريمه. هي اللحمه والفراخ بتتغسل ولا ما بتتغسلش؟ اللحمه والفراخ ما بتتغسلش. تعالي وانا اقولك انت هتعملي ايه. اول حاجه ان انت لازم الفراخ بتعملي لها محلول نقع، بتنقعيها في شويه ميه وملح وما بنحطش خل عشان الخل بيزفرها، وبتحط لها ليمون، عصير برتقان، مش عصير بقى برتقان مش هتعصري لها برتقان فريش، احنا دلوقتي في الشتاء. حوشي شويه قشر برتقان شويه قشر استفندي كده واسلقيهم واضربيهم بالبلندر وخليهم عندك في ازاز في التلاجة، وكل ما تيجي تغسلي خدي منهم شويه. قشر الليمون نفس الكلام حوشيه واعملي فيه كده. خلاص تاخدي بق منه كده على شويه سكر، السكر بيطري الانسجه كده وبيفتحها وبيخليها لك حلوه. وكمان شويه ملح لزوم النظافه والتعقيم والحاجات دي، ما بنحطش خل، الخل بيزفرها. تنقعيهم فيها، لو حابه بقى فلفل اسود قرنفل اي حاجه بالنكهات، عود قرف خشب براحتك. ده كده في الطيور كلها بتنقعيهم كده، وبعد كده بتشيلي منهم اي زوايد حاجات ملزلزه مزفلطه الزلال والحاجات دي كلها، بتشيلي كل الحاجات دي وبس كده. هنيجي اللحمه بنديها شطفه سريعه تحت الميه، لو في تراب في شعرايه في اي حاجه انت كده تمام وخلاص على كده. بعد كده هنيجي وقت التسوية هتديها صدمة الأول قبل السلق. لازم احنا نديها صدمة عشان تقفل كل الأنسجة، مفيش أي دم يبقى جواها ينزل. ندي الصدمة ديت تقفلي كل الأنسجة بتاعتها الأول. ما بنضيفش الملح أول التسوية عشان بيأخر شوية من وقت السوا. المفروض ان احنا بنسيبها انها تستوي شوية وبعد كده بنحط لها الملح. بس لو انت مش مستعجلة تقدري ان انت تزودي الملح من الأول، بيخلي طعمها أحلى. خلال مرحلة السلق بتاعتها بنبدأ ان احنا نشيل الريمه بتاعتها من على الوش. الريمه دي هي اللي بتعمل الزفاره، بتشيليها بالمقصوصه، بتشيليها بمصفى بتاعه الشاي او الحاجات دي، بتشيلي الريمه. والاول تشيلي الريمه وبعد كده بقى تزودي الفلفل الاسود واللوري والحبهان والبصلايه بتاعتك وشويه الحاجات دي. والشوربه يا جماعه ما فيهاش اي افتكاسات، يا ريت نحط لها شويه ملح وفلفل وحبهانيه ورقه لورايه كده وشويه البهارات وخلاص، او ملح وفلفل بس عادي يعني عشان تحسي بطعم الشوربه. وعشان تاخدي احلى طعم شوربه هتحطي الملح بتاعك وورق لورا وحبهان وممكن واحده مستكه. والمستكه دي بقى خصوصا لو هتعملي محشي هتعملي ملوخيه بالشوربه، يعني محتاجه الشوربه كده تبقى طعمها حلو. ويا سلام لو فته المستكه بقى مقولكيش. وتحطي معاهم كمان رشة بهارات، لو بتعملي دجاجة هتحطي بهارات دجاج، بتعملي لحمة هتحطي بهارات لحمة. لو حابة مش حابة خلاص تشيلي البهارات، ممكن تحطي الملح والفلفل واللوري والحبهان وحتة المستكة في الحاجات المميزة كده اللي بنحتاج شوربتها وبس كده. في ناس بتحط طماطم وجزر وفلفل، انا الصراحة الطماطم والجزر والفلفل بحطهم في المحشي، في شوربة المحشي، الشوربة اللي هسقي فيها المحشي بحط قرن فلفل رومي، حته جزره، حته طماطم، علشان اصلا هو المحشي بيبقى فيه الحاجات دي فبتعلي من النكهه بتاعته. لكن الحاجات دي بتغير طعم الشوربه لو حطيتيها في بواقي الاكل. كده استنوني في فيديو جديد وحلقه جديده في اسم مع هبه. يلا باي.